لطالما شكلت عمليات الهروب من السجون مادة دسمة للأفلام والمسلسلات، حيث يظهر السجين الذي يتمتع بذكاء خارق ويضع خطة جهنمية للهروب، وغالبا ما يستخدم وسائل غير متوقعة مثل الهروب عبر الأنفاق أو بمساعدة أشخاص من الخارج. لكن في بعض الأحيان يتحول الخيال إلى الحقيقة، وهذا ما حدث في قصتنا اليوم، وهي قصة هروب رضوان الفايد الذي نفذ عملية هروب جريئة جدا من السجن بطريقة تشبه إلى حد كبير أحد مشاهد في مسلسل وادي الذئاب، والذي تم تهريب خليل إبراهيم من السجن باستخدام طائرة الهليكوبتر. في هذا الفيديو سنشاهد كيف تم تهريب رضوان الفايد من السجن ريو الفرنسي باستخدام مروحية خطفها مساعده. ولكن قبل أن نبدأ أرجو منكم أن تدعمونا بالضغط على زر لايك ومشاركة المقطع مع أصدقائكم، وإن كنت غير مشترك بعد أدعوك للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديدنا. إذا فعلى بركة الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي متابعي قناتنا وادي الذئاب الفوضى وحلقة جديدة. قبل الحديث عن عمليات الهروب لابد من التعرف على رضوان الفايد. هو أحد أخطر رجالات العصابات الفرنسية. هو من أصول جزائرية، ولد عام 1972 واشتهر بعمليات السطو المسلحة التي نفذها بأسلوب احترافي مستوحى من أفلام الجريمة الأمريكية. كان دائما مغرما بالإثارة والمغامرة، وعرف عنه أنه قارئ مهتم لكتب التخطيط الاستراتيجي والجرائم الكبرى، مما جعله شخصا شديد الذكاء. لكن ذكاؤه لم يقتصر على تنفيذ الجرائم فقط، بل امتد إلى الهروب من السجن، حيث كان دائما يسعى إلى الحرية مهما كلفه الأمر. ففي صباح يوم الأحد الأول من يوليو عام 2018 غادر رضوان فايد زنزانته في الحبس الانفرادي رقم 207، وذلك لمقابلة شقيقه إبراهيم الذي جاء لزيارته بعد أن طلب في اليوم السابق تقديم الموعد الزيارة الذي كان مقررا بعد الظهر. وصل رضوان فايد إلى غرفة الزيارة في الساعة 9:15 صباحا، وبعد ذلك بنحو ساعتين اندفعت مروحية إلى الفناء الرئيسي للسجن، وعلى متنها 3 رجال ملثمين مع طيار أخذوه كرهينة من مطار على بعد 20 كيلومتر. نزل 2 وبقي 1 من الرجال مع الطيار الذي طلب منه أن يحوم على ارتفاع متر فوق سطح الأرض. وقف أحد النازلين حراسا بالفناء وبيده بندقية هجومية، في حين هاجم الثالث باب المبنى بمطحنة وسط ضباب قنبلة دخان تعيق رؤية المشارف والكاميرات. اقتحم الرجل ذو المطحنة الباب ليصل بعد عبور بوابتين حديديتين إلى منطقة الصالونات التي خرج منها رضوان فايد، وعاد معه إلى الفناء وصعد إلى المروحية التي أقلتهما وتحركت مبتعدة وسط هتافات النازلين الآخرين. في عملية استغرقت أقل من 10 دقائق ولم يتم فيها أي إطلاق نار، لتهبط المروحية في كونيس على بعد 50 كيلومتر إلى الشمال، ويصعد راكبها إلى السيارة الأولى ثم السيارة الثانية، فقدت آثارها عند 12 ظهرا ليختفي معها أحد المعتقلين الأكثر مراقبة في فرنسا. وبعد 3 أسابيع من الهروب تم تصوير رضوان ورشيد فايد بواسطة كاميرات مراقبة بمركز تسوق في سارسي بفال داوس، حيث مر أثناء مطاردة من الشرطة التي ضيقت الخناق على المجموعة وعلى منطقة كاري مسقط رأس اللص، حيث قبض عليه في 3 من أكتوبر عام 2018 على بعد كيلومتر واحد من الحي الذي نشأ فيه، في شقة أحد معارفه ابن أخيه الذي كان يتحرك أحيانا مرتديا البنك. أثار هروب فايد صدمة واسعة في فرنسا، حيث تساءل الكثيرون عن كيفية تمكنه من تنفيذ خطة بهذه الدقة رغم سجنه في منشأ ذات حراسة مشددة.
عززت الحكومة الفرنسية إجراءات الأمن في السجون، خاصة فيما يتعلق باستخدام الطائرات بدون طيار لمنع عمليات هروب مماثلة. وتم تشديد العقوبة على الفارد وأعيد إلى السجن ليخضع لرقابات قصوى لمنع أي محاولة هروب مستقبلية. فقد كان فايد معروفا بولعه بأفلام الأكشن وخاصة أفلام الهوليود التي تصور عمليات السطو والهروب الذكية. العديد من المحللين أشاروا إلى أن خطته كانت مستوحاة من هذه الأفلام، كما أن طريقته به تشبه إلى حد كبير مشهد تهريب العم خليل إبراهيم من السجن في مسلسل والد الذئاب، حيث استخدم مروحية لإنقاذه من السجن في عملية معقدة. ويبقى هروب رضوان فايد واحد من أكثر عمليات الهروب شدة. ويبقى هروب رضوان الفايد واحد من أكثر عمليات الهروب شهرة في تاريخ الحديث، حيث أظهر جرأة وتخطيطا غير مسبوقين. لكن كما هو الحال في أغلب قصص الهروب، لم تستمر حرية رضوان الفايد طويلا. بعد 3 أشهر من الملاحقة، تمكنت الشرطة الفرنسية من عثور عليه في منطقة سيل حيث كان مختبئا، وأعادته إلى السجن. وتظل هذه القصة مثالا حقيقيا على أن الواقع قد يكون أحيانا أكثر إثارة من الخيال. في النهاية، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تدعمونا بالضغط على زر لايك ومشاركة المقطع مع أصدقائكم. وإن كنت غير مشترك بعد أدعوك للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديدنا. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.